السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم ميس رشا محروس، اكون معاكم في تكملة مراجعة الكيمياء العضوية بأهم الأفكار. يا ريت متنسوش تعملولي لايك واشتراك في القناة. نبدأ نكمل كده الأسئلة. في السؤال السابع في البوكلت التاني من كتاب أفوجادرو بيقول لي أي العلاقات الآتية تمثل العلاقة بين عدد المتشكلات اللي هي الإكس وعدد ذرات الكربون اللي هي واي للألكانات. طيب، هو عدد ذرات الكربون الألكانات بتبتدي من الميثان للإيثان والبروبان والبيوتان والبنتان والهكسان. هو في الواي اهي، هي بتمثل عدد الذرات بتاعت مين؟ الالكالي. في كل واي المحور بتمثل لي المحور السيني. هي بتبتدي 2 4 6 كلهم 6. خلاص، يبقى انا هوصل لحد هنا ايه؟ لحد 6. هو بيقول لي بقى ده الواي اللي هي عدد الذرات بتاعت مين؟ الكربون اللي هو الالكين. طيب الاكس اللي هي على المحور الصاد، هو قال لي دي بتمثل ايه؟ دي بتمثل عدد المتشاكلات. اللي هي ايه عدد المتشاكلات دي؟ اللي هي عدد الايزوميرات. تمام. فهو عايز علاقة ما بين عدد الايزوميرات وعدد ذرات الكربون الموجودة في الالكين. مبدئيا كده من اول C1 اللي هي الميثان والايثان والبروبان، التلاتة دولت عندهم ما عندهمش اي ايزومرات، عندهم شكل واحد بس اللي هما نفسهم. تمام. هنا بيقول لي عدد المتشكلات اللي هي الايزومرات سواء كانت المتفرعة او الغير متفرعة، يعني هو بيشمل كله. في السي 1 والسي 2 والسي 3 دولت ما عندهمش اي حاجة متفرعة، هم عندهم شكل واحد بس اللي هم نفسهم. تمام. نيجي من اول سي 4 وسي 5 وسي 6. اول حاجه في السي 4 ديت هيكون عنده كام ايزومر؟ هيكون عنده 2. والسي 5 هيكون عنده 3 اللي هي النيو بنتان والايزو بنتان وهو ذات نفسه البنتان العادي. والسي 6 الهكسان هيكون عنده كام؟ هيكون عنده 5. طيب تعالى كده ونشوف. هو مبدئيا بادئ لي من الصفر، لا مش الخط مش فيه. بادئ لي من الواحد، لا. بادئ لي منين؟ من الاتنين. الاتنين ده اللي هو بيمثل ايه؟ اللي هو بيمثل الايثان. طب نيجي نشوف. انا قلت لك الايثان ده ليه كام شكل؟ ليه واحد بس. تمام. نطلع كده ونشوف. ايوه فعلا هو قال لي ليه واحد بس. طب نيجي للي بعده. اللي بعده فوت 3، هو مسك عند الاربعة. الاربعة قلت لك ليها كام؟ ليها 2. نشوف هل ليها 2 ولا لا. نطلع ونعمل كده، فعلا ليها 2، يبقى هو صح. طب نمسك الستة. الستة قلت لك ليها كام؟ 5. نطلع عند الستة ونمشي كده، فعلا 5. يبقى هو ده الشكل الصح اللي بيعبر عن العلاقة ما بين عدد الأيزومرات وعدد الألكانات، عدد ذرات الكربون في الألكانات. إذا إجابة السؤال ده هتكون إيه؟ هتكون ألف. في السؤال الثامن بيقول لي للحصول على 1 و1 ثنائي برومو الإيثان. نرسمه الأول. إيثان يعني أنا عندي كربونة وكربون ماسكين في بعض بإيه؟ برابطة أحادية. وهو بيقول لي 1 و1 ثنائي برومو الإيثان، يعني على الكربونة رقم 1 دي أو دي في 2 من نفس البروم عليه. تمام. ونكمل بإتشات. دي كده هتبقى ناقصلها إتشاية، ودي هيبقى ناقص لها ايه؟ هيبقى ناقص لها 3 اتش. تمام. ده اللي هو 1 و1 ثنائي بروم الإيثان. هو بيقول لي يتفاعل الأسيتيلين. مين الأسيتيلين ده؟ الأسيتيلين ده اللي هو الألكايل، اللي هو سي ورابطة ثلاثية ماسكة بسي، وهنا ماسكين في اتش، وهنا ماسكة في اتش. تمام. ده اسمه الإيثاين. بيتفاعل بقى مع كام مول من ايه؟ يعني هو عايز رقم عدد المولات ومن ايه. وكتب لك في الاختيارات 1 مول من الماء البروم، ولا 2 مول من باقي ماء البروم، ولا 1 من بروميد الهيدروجين، ولا 1 من بروميد الهيدروجين. مبدئيا كده انا هستوعب تماما ماء البروم. تمام. ليه؟ لان ماء البروم ده اللي هو البي ار 2 ده ما ينفعش خالص. انا هنا مش عايزه. انا هنا بفاعل الايساين. الايساين ده عنده رابطة ثلاثية، انا عايزة اتخلص منها علشان تتحول للرابطة الايه؟ الأحادية، عن طريق اللي انا ايه؟ اكسر فبضيف اتشات. تمام. لكن في الماء البرو مفيش اتشات، يبقى انا اختياري يا اما بروميد الهيدروجين، يا اما 1 مول، يا اما 2 مول. طب نيجي نشوف. لو انا ضفت 1 مول من اللي هو بروميد الهيدروجين ماركينيكوف، الاتشات هنا هتتكسر. هنا ادخل اتش وبي اور واكسر الرابطة.
تدخل يتشات على اي جزء من الكربونه لانه هو ايه، القاين متماثل. فتمسك هنا ال C2H، تمام، ماسكه برابطه ثنائيه ب CH، وماسكه في مين، البي اور. ده مول واحد، هل اداني نفس الناتج؟ لا. طب ادخل مول تاني من ال HBr، هتتكسر تاني الرابطه وتطلع لي هنا CH3. يبقى كده CH3، تمام. ماسكة فين؟ ماسكة برابطة أحادية بكربونة، مسكت في بي ار ومسكت في بي ار، وهنا ال H زي ما هي. نفس التسمية، اما انا بسمي من اليمين للشمال هي لان عندي مركب متماثل. يبقى انا بحصل عليه 2 مول من بروميد الهيدروجين. الاجابة هي هتكون ايه؟ الاجابة هتكون د. نكمل في السؤال رقم 9. بيقول لي أي من التفاعلات الآتية ينتج عنه غاز عضوي إكس تفاعل، تمام، بيديني إيه؟ بيديني إكس، وإكس ده بيقول لك ده غاز، خلي بالك، غاز عضوي. علما بأن إكس يمكنه التفاعل مع الغاز واي، تمام. إكس ده لما بيتفاعل لي مع واي الغاز ده واي بيكون سحب بيضاء عند تفاعله مع محلول النشادر. طيب، انا عايز يقول لك ايه؟ خلي بالك ان اكس ده يقدر يتفاعل مع واي. طب مين واي ده؟ واي بيقول لي ده لما بيتفاعل مع النشادر بيكون لي سحب بيضاء. ده مين؟ ده ال HCl لما بيتفاعل مع النشادر، تمام، بيكون لي ايه؟ بيكون لي كلوريد الامونيوم اللي هي ال NH4Cl. طب وده بيعمل ايه؟ ده بيعمل لي سحب بيضاء، تمام. يبقى الواي ده HCl. بيقول لي بقى ان اكس ده يقدر يتفاعل مع ال HCl، تمام. طيب اذا الاكس ده ماله؟ الاكس ده مبدئيا كده مركب غير مشبع. يعني ايه مركب غير مشبع؟ يعني يا اما في رابطه ثنائيه يا اما في رابطه ثلاثيه. ليه؟ عشان ما قلت لك في فكره السؤال اللي قبل كده، لان بروميد الهيدروجين او كلوريد الهيدروجين اللي هو ال HCl بيدخل عليه ويكسر الرابطه ويحط لي H ويحط لي Cl. يبقى اذا المركب X ده خلاص كده احنا عرفنا معلومه عنده، اللي هو ايه؟ ان هو مركب غير مشبع، يعني في رابطه ثنائيه ورابطه ثلاثيه. هي دي المعلومة بس اللي أنا حصلت عليها. طب نشوف بقى ايه التفاعلات اللي بينتج منها الغاز اكس ده. يعني انا عايزة تفاعل بينتج منه مركب غير مشبع، يعني ما ينفعش خالص الكاي، تمام. فألف بيقول لي هدرجة 1 بيوتين. طيب هدرجة 1 بيوتين ده، البيوتين 1 2 3 4، والرابطة ما بين هنا، تمام. هدرجة يعني ايه؟ يعني بحط اتشات، يعني بكسر واحط اتشات هنا واتش هنا، تمام. يبقى يصبح المركب عندي اسمه ايه؟ اسمه بيوتان الكان. وانا قلت لك ما ينفعش اختار اي مركب الكان. طيب في ب بيقول لي إضافة حمض معدني قوي على كحول يحتوي على 5 ذرات كربون عند إيه؟ 180 درجة. ده بينتج إيه؟ ده بينتج لي ألكين، تمام. حلو قوي، ده الكين. الكين فيه رابطه ثنائيه، بس خلي بالك الكين بيحتوي على ايه؟ على 5 ذرات كربون. وانا قلت لك ان اي الغازات بتاخد من C1 ل C4، من 1 ل4. ال5 و6 و7 كلهم في الحاله الايه؟ السائله. وهو عايز ايه؟ هو عايز غاز مش عايز سائل. يبقى ده ما ينفعش. هو مركب غير مشبع، بس هيكون سائل مش هيكون في الحاله الغازيه. طيب في جيم بيقولي التكسير الحراري الحفزي للألكان يحتوي على 26 ذرة. مبدئيا أي ألكان، تمام، هيديني ايه؟ لما بكسره بيديني ألكان وبيديني ألكين، تمام. هو بيقولي بيحتوي على 26 ذرة. طيب احنا عارفين ان الألكان CnH2n بلس 2، تمام، عدد الذرات 26. هنا عدد الذرات كام؟ اللي هي ان زائد 2 ان، انا عمالة هيبقى عندي ال n زائد ال2 n زائد ال2 هتساوي 26. طيب n زائد 2 n 3 n زائد ال2 هتساوي 26. على الآلة هيطلع عندك ال n بيساوي كام؟ 8،
تمام. سي 8 ده اللي هو مين؟ الأوكتان. الأوكتان ده لما بيتكسر بيتحول لأوكتان بالتكسير الحراري، والكينات صغيرة شبه كده الإيثين أو البروبين. تمام. الألكينات الصغيرة دي بتكون من سي واحد لسي أربعة، وهي بتكون في الحالة الغازية. فده احتمال صح، بس مش هنختار لسه. نشوف الاختيار اللي بعده. بيقولي إضافة 1 مول من الهيدروجين إلى نص مول من الإيثاين. طيب هو ايه لازمته اصلا ان يقول لك 1 مول ونص مول؟ طب ما يقول لك على طول ان هو اضافة خلاص، يعني بيعمل هدرجة للإيثاين. لا، هو هنا معناه ان هو بيقول لك انا بعمل ايه؟ انا حطيت كمية كبيرة جدا من الهيدروجين على كمية صغيرة جدا من الإيثاين. يعني انا عندي الإيثاين سي ورابطة ثلاثية وماسكة في اتش وماسكة في اتش نص مول، حطيت عليها 1 مول كامل من الهيدروجين، فكسرت لي كل الروابط الثلاثية، كسرت لي كل الروابط دي وتحولت لرابطة أحادية اللي هي تبقى كده. تمام. و وبقت هنا H3 وهنا CH3. تمام. بقت أصبح اتحولت من الرابطة الثلاثية، اتحول يعني من مركب غير مشبع لمركب مشبع، للمركب اللي هو الألكان. أنا قلت لك مش هنختار الألكان لأن هو عايز إيه؟ عايزه يتفاعل مع ال HBO، ال H قصدي Cl اللي هو بيكون سحب بيضاء. يبقى إذا الإجابة الصح هتكون إيه؟ هتكون جيم. تمام كده. نشوف السؤال. نيجي في السؤال العاشر. بيقولي للتعبير عن احتراق الألقينات، تمام، عند استخدام كمية محدودة من الأكسجين، ومديني اللي هو الاختيارات اللي هي تفاعلات بالمعادلة. طيب كمية محدودة من غاز الأكسجين، احنا عارفين إن أي مركب عضوي لما بيحترق في وجود الأكسجين بيديني إيه؟ بيديني CO2 وبيديني المية. تمام. اي بقى مركب عضوي. هو بيقول لي الكاينات، الكاينات اللي هي CnH2n ناقص 2 لما بتحترق في وجود الاكسجين احتراق تام CO2 وميه. هو بيقول لي استخدام كميه محدوده من الاكسجين. يعني كميه محدوده من الاكسجين يعني هيبقى في بواقي من الكربون. بمعنى هيديني CO2 وهيديني ال H2O العادي، بس هنا لسه في كمية من الألقاين ما اتحرقتش بالكامل. فأنا نتيجة لنقص الأكسجين ده هيبقى فيه زيادة من الكربون هتكون عندي موجودة فين؟ في الناتج. تمام كده. يبقى إذا نستبعد أي معادلة ما فيهاش كربون زيادة. تمام. أول معادلة هنا ما فيهاش كربون زيادة في النواتج، يبقى دي استبعدها، والمعادلة دي برضو كاستبعدها. يبقى أنا باختياري ما بين إيه؟ ما بين ب وما بين د. طيب نشوف بقى ازاي هنوزن التفاعل. مبدئيا كده انا عندي الصيغة الجزيئية للألكاين CnH2n ناقص 2. طيب بيديني كام من المية؟ نبدأ بالمية الأول. مثلا هنا 1 جزيء بيديني X من المية. طيب في هنا كام ذرة هيدروجين؟ اللي هي 2n ناقص 2. تمام. في هنا كام ذرة هيدروجين؟ في هنا 2H. بس خلي بالك ان ال2H ده لازم تكون مضروبة في عدد المولات. يعني هنا 2N ناقص 2 اتضربت في 1 فتبقى 2N ناقص 2. هنا 2H في X، يبقى هي تخيلي كده هتبقى 2X. انا بعبر بالاتشات وخلاص، يعني هي المفروض اكتب الاتش والاتش هتروح مع الاتش. فهنا في 2X وهنا في 2N ناقص 2. طيب انا عايزة X من هنا، واقوم عاملة ايه؟ هقول ان الاكس بتساوي، اعملها من هنا وخلاص ابسط ديت، يعني اقول 2 عامل مشترك وان ناقص 1. تمام. ايكوال تساوي او بتكافئ 2x. فالاتنين هتروح مع الاتنين والاكس هتصبح بتساوي الان ناقص 1. طيب دي المية. نشوف الاختيارات. ب هتبقى ان بس، د هتبقى ان ناقص 1، يبقى انا هختار د. طب نكمل. فين؟ في CO2. طيب مبدئيا في CO2 هو أنا عندي 1 جزيء من CnH2n ناقص 2 بيديني
CO2 خلي بالك بيديني كمان كربون. تمام. طيب هو اصلا CnH2n ناقص 2 بيديني ايه؟ بيديني CO2. طيب لسه شبه ما احنا قايلين ان واحد جزيء من ال CnH2n ناقص 2 بيديني اكس مول من ال CO2 اللي انا مش عارفاه هو ايه. طيب هنا في كام ان من السي؟ في ان واحدة تنزل زي ما هي، وهنا اكس واحدة. يبقى كده الاكس بتكافئ الايه؟ الاكس عدد المولات بتكافئ الان. خلي بالك، هل السي او 2، يعني هل في احتراق تاني يخليني اقول على السي او 2 بتكافئ تماما تماما من ال N اللي هي عدد مولات الكربون اللي موجودة في الجزيء الأصلي؟ لا. ليه لا؟ لأن أنا عندي كربون تاني ليه نصيب في ال N. ليه؟ ليه نصيب في ال N. يعني هقول CO2، هل هقول إن هي بتكافئ ال N بس؟ لا، هقول ال CO2 بتكافئ ال N ناقص الواحد. طب أنا ليه قلت ناقص الواحد؟ لأن السي بتاخد واحد، وهنا N ناقص الواحد لو جمعتهم على بعض هتبقى ناقص واحد، تروح مع الواحد هيبقى يكون السي او 2 والسي هتاخد ال N. تمام. والجزيء فيه ايه؟ في كام N من الكربون؟ في N. فكده عدد المولات متكافئة. تمام كده، يبقى السي او 2 N ناقص الواحد. تمام. وانا عندي واحد من السي، اجمع ان ناقص واحد زائد الواحد، الواحد من الموجب هيروح مع الواحد بالسالب هيتبقى لي ان. اشوف المتفاعلات هيتبقى لي فعلا ان اهي. يبقى عدد المولات ايه؟ متكافئ. وانا قلت لك الميه ان ناقص واحد، يبقى الايه؟ اجابتي صح. طيب حد يقول لي طيب عدد مولات الاكسجين اتحسبت ازاي؟ والله عدد مولات الأكسجين دي بتتحسب بعدد مولات، هو أشوف الأكسجين موجود فين. يعني الأكسجين هنا موجود في CO2، تمام، في صورة N ناقص واحد. من مين؟ من ال CO2. ال O هنا باتنين، هتبقى اتنين في ال N ناقص واحد. طيب في ال H2O كام ذرات من الأكسجين؟ N ناقص واحد بس. تمام. هنجمع اتنين N ناقص واحد زائد واحد، يعني اهي اتنين في N ناقص واحد زائد ال N ناقص واحد في قوس. يبقى الواحد زائد اتنين، يبقى القوس ده كام؟ تلاتة ال N ناقص واحد. أدخل التلاتة جوه هتبقى تلاتة N ناقص تلاتة. طيب هل ده اللي موجود عندنا؟ لا، هو هنا مقسوم على الاتنين. ليه مقسوم على الاتنين؟ لأن تلاتة N ناقص تلاتة دي ذرات الأكسجين، الأكسجين الواحدة. هو بيقول لي أنا عايز ال O2. يبقى أعمل إيه؟ أقسم على اتنين، اقسم على عدد المولات. اقسم على ايه؟ على عدد المولات. لو انا عندي احول، قصدي احول الذرات عندي لجزيئات بعدد المولات. يعني هنا انا عندي ذرات من الاكسجين اللي هي 3 N ناقص 3. اعمل ايه علشان احولها لجزيئات ومولات؟ تمام، اقسم على 2 عشان تتحول للجزيئات او عدد مولات من الأوتو. تمام كده. يبقى اذا الاجابه دي هتكون ايه؟ هتكون د. السؤال ده هيكون إجابة. نيجي في السؤال رقم 11 ونركز فيه جامد، لأن احنا تقريبا غلطنا في سؤال فوق كان فيه نفس الفكرة. بيقول لي جميع المركبات التالية إذا أضيف ل 0.25، يعني ربع ملي كده، مول، قصدي ايه ده؟ مول. تمام. لكل منها، يعني المركبات اللي في الاختيارات دي سواء كان الإيثيلين أو البيوتاين أو البروبين أو الإيثان، لكل منها كميته بفعله ربع منها. تمام. زائد ايه؟ نص مول من ماء البروم Br2 لا يزول اللون ما عدا. يعني كل المركبات دي اللون هيفضل ثابت وانا بضيف Br2، ما عدا مركب واحد بس هيزول تماما. طيب مبدئيا كان في سؤال في فوق اللي هو ثواني اجيبها لكم. اللي هو ده. اه
اللي هو 8 الحصول على واحد وواحد ثنائي برومو إيثان. وساعتها قلت لك أنا الرابطة الثلاثية لا بحولها إلى رابطة أحادية علشان أحصل على الإيثان. هي الفكرة مش في كده، هو البي ار 2 وال اتش بي ار الاتنين بيتفاعلوا بالإضافة. تمام، لو أنا عندي مركب غير مشبع في رابطة ثنائية أو رابطة ثلاثية بحط هنا اتش بي ار أو بحط هنا بي ار وبي ار عادي جدا. بس الفكرة في التسمية ان انا لو حطيت ماء البروم 2 مول من ماء البروم هيديني واحد وواحد واتنين واتنين من من رباعي قصدي البرومو ايثان. تمام، لو انا حطيت 2 بروم. تمام، لو انا حطيت 1 مول من ماء البروم على مثلا الرابطة الثلاثية دي، تمام، هضيف هنا بي ار وهضيف هنا بي ار. اذا هتصبح ان انا عندي واحد واتنين ثنائي البروم. تمام، لكن هنا في في البروميد الهيدروجين هنا واحد وواحد ثنائي البروم الايثان عادي جدا. تمام، هي بتفرق فين في التسمية، مش اللي هو انا بختار ده عن ده لان ده بيشتغل بالاضافة وده مش بيشتغل بالاضافة. لا، هما الاتنين يا جماعة عادي جدا بيشتغلوا بالاضافة. بس ما انا بس اتلخبطت في فكرة ان انا ايه ال- الرابطة الثلاثية انا عايزة احولها لرابطة احادية فاختار دي. لا، هي مش كده خالص، هي بس بالتسمية. تمام كده. طيب نكمل. لان ايه فكرة السؤال دي؟ فكرة السؤال هنا بقى بيقولك ايه في رقم 11. طيب تمام، انا هحط ربع مول لكل لكل واحد من المركبات دي عليه نص مول من ماء البروم. مبدئيا كده احنا لسه قايلين ان البروميد ده لما بيدخل على رابطة ثنائية او رابطة ثلاثية بيكسرها وبيشتغل بالإضافة وبيتحط هنا وبيتحط هنا. طيب مبدئيا الإيثيلين او البروبين يبقى مبدئيا كده الإيثان ده بره اللعبة خالص لان هو مركب مشبع مفيهوش ولا رابطة ثنائية ولا رابطة ثلاثية. نيجي للإيثيلين والبروبين. الإيثيلين والبروبين دولت بيقول لك انا هحط ده إيثيلين والبروبين ده ايه؟ ده الكين، يعني الكين في الكين قصدي الكين فيه رابطة ثنائية. هحط منه الالكين ده هحط منه ربع. تمام، هيستهلك كام من البرومين اللي هي ماء البروم. طيب هو انا عندي اصلا القاعدة بتقول لك ايه؟ ان 1 مول من الالكين، تمام، بيستهلك 1 مول من الايه؟ من البروم، ماء البروم. 1 مول ليه؟ لان الالكين ده ليه رابطة ثنائية واحدة فبيكسرها وتدخل هنا بروم وبيدخل هنا بروم، يعني 1 مول بيستهلك 1 مول. طيب يبقى انا كده هعملها كأنها معادلة. 1 مول من الالكين، تمام، بيستهلك كام مول؟ بيستهلك 1 مول من ماء البروم. دي المعلومة اللي عارفاها. طيب أنا حطيت كام في السؤال؟ حطيت ربع مول من الألكين. طيب يبقى هيستهلك لي كام مول من الماء البروم؟ مقص هي يعني ده في ده على ده، هي كلها وحايد فهيستهلك لي ربع مول من مين؟ من البي ار 2. طيب هل انا فعلا حاطه على الايثيلين او البروبين، حاطه على الالكين ربع مول من الماء البرو؟ لا، قال لك انا حاطط نص، حاطط كميه زياده. اذا سواء الايثيلين او البروبين هيتفاعلوا مع ماء البرو، وكل يعني ايثيلين هيستهلك ربع والبروبين هيستهلك ربع، هيتبقى لي كام مول من البرومين؟ هيتبقى لي اهو نص ناقص الربع، هيتبقى لي ربع كامل ما اتفاعلش ولسه عندي موجود، لسه عندي لونه موجود. اذا هو لا يزول اللون في الايثيلين والبروبين علشان اتبقى لي كمية من مين؟ من الماء البروم. طب نيجي للالكاين، هي دي بقى هتبقى الاجابه لان مفيش غيرها. طب ليه؟ لان انا عندي 1 مول من الالكاين اللي هو في رابطه الثلاثيه بيستهلك لي 2 مول من ماء البروم. ليه؟ لان البروم ده ثنائي بيدخل هنا ويكسرها ويدخل لي بي ار وبيدخل لي بي ار فتتحول لرابطه ثنائيه، يدخل تاني ويكسر بي ار وبي ار فتتحول لايه؟ لرابطه احاديه. تمام كده. طيب انا عندي 1 مول من الايثان بيستهلك كام؟ 2 مول من البرومين، من ماء البروميوم. طب انا حاطه هنا كام؟ حاطه برضو ربع. طيب يبقى هيستهلك كام؟
علامة استفهام دي، اعمل مقص. ربع في اتنين هيستهلك نص. هل دي الكمية اللي حطها؟ شوف كده، فعلا هي دي الكمية الكاملة اللي حطها من ماء البروم. إذا البيوتين هيستهلك الكمية الكاملة من ماء البروم، ومش هيبقي أي لون خالص. تمام، إذا إجابة السؤال ده هتبقى إيه؟ هتبقى. السؤال 12 بيقول لي الاسم الصحيح للمونيمر الذي يمكن الحصول منه على البوليمر التالي. ده شكل البوليمر، بيتكون من وحدات متشبكة في بعض. دي وحدة منهم، قصص كده الصورة. تمام، ودي اخد لي واحدة منهم، يبقى دي المونيمر. واحد هيقول لي مونيمر، فاللي انا اسمي حدد اطول سلسلة هتكون هي حرف اليو ديت. وبعد كده ارقم 1 2 3 4، واقول هنا 2 كلورو و3 ميثايل، وديت هيكون 1 2 3 4 اصلا 2 كلورو و3 ميثايل بيوتان. هيبقى 1000. غلط. ليه بقى؟ خد المعلومة دي مني. علشان تحصل على اي مونيمر من البوليمر، او ما عامل او ما انا عندي، هي اجيبها لك من الاول. انا عندي الصورة دي صح؟ الكربونة ماسكة في كربونة، وماسكة في حاجات تانية، وماسكة في حاجات تانية، قافلين على الأقواس. أمسك الكربونتين دولت وأحط ما بينهم الرابطة الثنائية. من الآخر، دي كده المونيمر بتاعي. تمام، ده المونيمر بتاعي. أكمل بقى عليه. هنا في CH3، وهنا في CH3. تمام، وهنا في Cl، وهنا في CH3. أطول سلسلة فيها الرابطة الثنائية تمشي كده برضو، تبقى 1 2 3 4. تمام. طيب هنا طبعا هنا هتبقى 2، يبقى الرابطة الثنائية هتكون في 2. هنا ده 4، يبقى بيوتين. بيوتين الرابطة الثنائية مكانها 1 ولا 2؟ لو 1 هتبقى مكانها هنا، لو 2 هتبقى مكانها هنا. تمام، أعرف منين إن الرابطة الثنائية هنا ما بين ال2 وال3، يبقى رقمها 2. لو هي هنا هتبقى ما بين 1 و2، يبقى رقمها 1. تمام، يبقى هنا 2 بيوتين، يبقى وعليها كلورو، يبقى 2 كلورو 3 ميثايل 2 بيوتين. الإجابة هتكون الإجابة هتكون جيم. فخلي بالك من النقطة دي. تمام كده. طيب نكمل في السؤال 13. بيقولي جميع التفاعلات الآتية تعبر عن تحويل مركب هيدروكربون مشبع، تمام، إلى هيدروكربون غير مشبع. فهمتوني لما عملت كده؟ تمام. كل التفاعلات دي بتعبر عن كده، بحول من الكان لالكين والكين، او اي مركب فيه رابطه احاديه بحوله لرابطه فيه المركب فيه رابطه ثنائيه، او مركب فيه رابطه ثلاثيه من الاخر. تمام، ما عدا يعني في تفاعل منه مش بيحول كده، بيعمل العكس، بيعمل عكسه. بيبقى عندي رابطه ثنائيه او رابطه ثلاثيه، ويحولهولي هو لرابطه احاديه. تمام. فألف، إعادة التشكيل المحفزة لألكان عدد ذراته 20 ذرة. طيب أنا عندي دلوقتي الصيغة الجزيئية للألكان CnH2n زائد 2، صح؟ طيب بتساوي 20. عدد ذرات N زائد 2N زائد الاتنين بتساوي 20. يعني 3N زائد الاتنين بتساوي 20. هنا 20 ناقص الاتنين فيها الكام؟ فيها 18. طيب 3n بتساوي 18 على 3 على 3، يبقى n بتساوي كام؟ 6. طيب إعادة التشكيل المحفزة لألكان، الألكان ده Cn، يبقى ال n ب6. ده مين؟ ده الهكسان. طيب إعادة التشكيل المحفزة بتاعته بيدينا بيلف حوالين نفسه ويديني حلقة بنزين. حلقة بنزين دي مليانة روابط ثنائية، دي فيها 3 روابط ثنائية. تمام، اذا انا حولت مركب مشبع احادي الى مركب فيه 3 روابط ثنائيه. اذا ده ما ينفعش، هو بيقول لي ما عدا، عايز العكس. طيب بيقول لي في به التسخين ثم التبريد السريع لألكان عدد ذراته 5. من الآخر كده احنا عارفين تسخين ثم تبريد سريع لألكان، يبقى أنا الناتج عندي بيكون ألكينات وألكانات، يعني مركبات غير مشبعة. يبقى ده غلط. طيب جيم، هدرجة مركب صيغته C8H10.
اما يجي على بصيغته، هو بيقول لي مركب سي 8 اتش 10. انا بعمل له هدرجه. عارفين يعني ايه هدرجه؟ يعني المركب ده فيه رابطه ثنائيه او رابطه ثلاثيه، انا بعمل له هدرجه، يعني بحط اتشات، بحط اتش وبحط اتش، وبكسر الروابط وبحولها لايه، لرابطه احاديه. تمام، هو ده اللي انا عايزاه. هو ده اللي انا عايزه، احول مركب غير مشبع لمركب مشبع، عشان هو بيقول لي ايه ما عدا. تمام. طيب نيجي في دال، بيقول لي إعادة تشكيل المحفظة الألكان يحتوي على 16 ذرة هيدروجين. هي نفس المعادلة. هيطلع لي ده هبتان. تمام، لما بعمل الهبتان إعادة تشكيل محفزة، 6 كربونات منه بيلف حوالين نفسهم وبيحولوا لي المركب ده لبنزين، وتتبقى كربونة. الكربونة تطلع على شكل فرع، اللي هو فرع مين؟ الميثايل CH3. إذا حولت من هبتان لمركب فيه 3 روابط ثنائية، يبقى حولت من مركب مشبع لمركب غير مشبع. وأنا قلت إيه؟ قلت ما عدا. يبقى الإجابة جيم هي الإجابة الصحيحة اللي أنا إيه، اللي أنا هختارها. تمام. نكمل في السؤال 14. بيقولي من خلال المخطط الذي أمامك ادرسه جيدا ثم اختر ما يناسب. أنا عندي CnH2n ناقص 2، ده إيه؟ ده الكاين، يعني مركب فيه رابطة ثلاثية. عملت له عملية اللي هي تمثل لي العملية X، اتحول لي لمركب صيغته كده CnH2n. دورنا احنا بقى نعرف مين ده. ده الكين. ده الكين. الالكين في ايه؟ رابطة ثنائية. يبقى انا في عملية عملتها حاجة، إيه، حطيتها على الالكين اللي فيه رابطة ثلاثية، اتحولت لي لمركب فيه رابطة ثنائية. ايه ده؟ لسه قايلين دي هدرجة. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا مثال الايثاين. تمام، حط عليه H2 مول واحد منه. تمام، فال H2 اللي هو H و H يكسر لي الرابطة، تدخل لي هنا H وتدخل لي هنا H، يبقى أنا عندي إيسين، رابطة ثنائية، وهنا CH2. يبقى اتحولت من إيساين لإيسين، من رابطة ثلاثية لرابطة ثنائية. إضافة إيه؟ 1 مول. ليه ما ينفعش اقول لك اضافه 2 مول؟ لو انا ضفت 2 مول هتكسر لي دي وتحول لي الايثين، ويدخل الواحد المول التاني يكسر لي دي ويتحول لي الايثان. لا، انا عايزه ايه؟ عايزه الكين. يبقى هنا احط كام مول؟ احط 1 مول من ال H2. طيب، يبقى اكس قد تمثل ايه؟ اضافه 2؟ لا، 2 لا، هي واحد، يا اما 1 مول من الهيدروجين. تمام، يبقى الاجابه يا اما ب يا اما ج. نيجي للجزء التاني. جيت على الالكين اللي هو CnH2n. تمام، اللي انا افترضته مثلا عندي اللي هو ده اللي افترضته عشان ده ابسط الكين عندي. تمام، عملت عليه عملية واي، اتحول لي لكده، ل CnH2n زائد واحد و Cl. طيب ما هو Cl يا اما انا اضفت عليه Cl2، يا اما عملت اضافة عليه HCl. طيب اهله الصح ال HCl طبعا. ليه ال Cl2 غلط؟ لان لو في Cl2 حطيتها على الالكين، ساعتها هتكسر لي الرابطة الثنائية دي، واحط هنا Cl واحط هنا Cl. يبقى انا عندي كام مول من Cl؟ كام ذرة من Cl؟ 2. هو هنا عايز واحد بس من Cl. اذا يبقى المصدر بتاعي HCl، اطلع منها واحدة بس من Cl. طب نيجي نشوف تاني. CH2 رابطة ثنائية CH2، حط عليه H وحط عليه Cl. ماركنيكوف ده مركب متماثل، يبقى الاتش تتحط في اي حته. احط هنا الرابطه الثنائيه هتتكسر تتحول لرابطه احاديه، وهنا هتبقى CH3، وهنا هتبقى CH2، وطالع منها مين؟ طالع منها الCl. جميل. ده صيغته كام؟ نيجي صيغته هنا CN اللي هي كام؟ هتبقى 2. تمام، والاتش هتبقى 5، وهنا Cl. طيب مش ملاحظين ان ده اصلا ايثان اللي هو C2H6، اللي هو CN 2 و CN و H2N اللي هي 2 في 2 ب4، زائد 2 6 HN، قصدي CNH 2N زائد 2.
مش ده صيغة الألكان يا جماعة؟ تمام. طيب، ده صيغة الألكان. بس أنا عملت إيه؟ أنا استبدلت اتشاية بسي ال، يبقى ده مشتق الألكان. تمام، يبقى صيغته بتكون إيه؟ سي ان اتش 2 ان، تمام، زائد واحد سي ال. هو ده صيغة المشتق الألكاني. من الآخر كده الواي بتمثل عملية إضافة 1 مول من ال HCl. أنا قلت لك الإجابة بين ب و ج، يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ هي ج. تمام كده؟ طيب، نيجي للسؤال 15. بيقول لي الاسم الصحيح لمشتق ألكان يحتوي على 3 ذرات كربون وذرتين، وفي ذرتين في البروم، والمركب ده بيحتوي على مجموعتين ميثايل. هو مشتق ألكان، يعني يعني انا استبدلت وحدة اتشاية، تمام، استبدلتها ببي اور. وبيقول لي ذرتين استبدلت اتشاية تانية بايه؟ ببي اور. تمام. وهو في مجموعتين ميثايل. المركب ككل هو مركب في 3 كربونات. لازم أن يكون المركب ده في النهاية، يعني لما احط البي ار احطها بطريقة تخلي المركب في النهاية يكون فيه مجموعتين من السي اتش 3. طيب ازاي؟ نجرب الاختيارات. يعني عايزه اقولك ان السي اتش 3 ده مش قصده ان السي اتش 3 ده برانش، يعني فرع، لا. هو السي اتش 3 ده اصل المركب، يعني عايزني احط البي ار بطريقه تخلي لي ان المركب في الاخر يبقى فيه ايه؟ مجموعتين من السي اتش 3. طب نيجي لأول اختيار. 1 و1 ثنائي برومو بروبان. بروبان سي وسي وسي. تمام. 1 و1 على كربونة الواحد دي فيه 2 منين؟ من البي ار وبي ار. طب تمام، هو فيه 2 بي ار فعلا شبه ما احنا عارفين. طب هل في هنا مجموعتين ميثايل؟ لا، ده في هنا سي اتش 2 وسي اتش 3، في مجموعة واحدة. أنا عايزة مجموعتين، يبقى ده غلط. نيجي لب. 1 و3 ثنائي برومو بروبان. 1 و3، 1 2 3. كربونة واحد أو كربونة 3، في بي ار وفي بي ار. يعني أنا حطيت البروم بطريقة تخليلي إن المركب مفيهوش خالص ميثايل أصلا. لا، ده في مجموعة الميثيلين، وهنا سي اتش وهنا سي اتش، مفيهوش خالص مجموعة الميثايل. تمام، سي اتش 2 قصدي، وسي اتش 2. طيب، نيجي لجيم. جيم 2 و3 ثنائي بروم بروبان. هو أصلا البروبان 1 2 3، بيترقم 1 2 3. طيب بيقولي على ال2 و3 أنا حطيت بروم وبروم على 2 و3. هي أصلا هي التسمية كده غلط. هو المفروض مش ما بتتسماش كده، تتسمى كده هنقلبها تاني، يبقى 1 2 3. يبقى على 1 و2 ثنائي بروم وبروبان، مفيش 2 و3. أنا باخد أقل أرقام. تمام. وبالتالي فيها برضو كمان فيها مجموعة واحدة من الميثايل. لو حد مثلا مش عارف التسمية ورسمهم كده، هو في هنا مجموعة واحدة من الميثايل مش 2، يبقى ده غلط. طب نيجي لدال. 2 و2 ثنائي برومبروبين، هي دي الصح. ان انا عندي مجموعة CH3 على الشمال وكربونة، وماسكة في مجموعة CH3 على اليمين، وفي النص هنا طلع لي هنا بوحدة بي ار ووحدة بي ار على الكربونة كام؟ على الكربونة رقم 2. يبقى على 1 2 3 على الكربونة رقم 2 في 2 بي ار. يبقى 2 و2 ثنائي برومو بروبان، فعلا في مجموعتين منين؟ من السي اتش 3. يبقى إذا إجابة السؤال ده هتكون د. تمام. طيب يا جماعة، نيجي في السؤال 16. يقول لي عند استبدال محلول هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو CaOH باي 2، تمام، بمحلول هيدروكسيد المغنيسيوم، ايه اللي هيحصل في تجربة الكشف عن عنصرين الكربون والهيدروجين في المادة العضوية؟ مبدئيا، لما أي مركب عضوي سواء ألكان ألكين ألكاين بفعله مع الأكسجين هيديني إيه؟ هيديني H2O وال CO2. طيب نعمل إيه إحنا في ال CO2؟ بنفعله ال CO2 اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون مع هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو CaOH باي 2، فبيديني كربونات الكالسيوم اللي هو CaCO3، تمام، زائد المية. ال CaCO3 ديت اللي هي كربونات الكالسيوم ديت، بتعقر ماء الجير الرائع.
تمام. ماء الجير بتعكر ماء الجير. تمام. هو ملح الشحيح الذوبان في المية، فنتيجة ان هو مش بيدوب في المية فبيعكر لي ماء الجير. طيب نفس الفكرة هنا، ان ال MgOH باي 2 لما بفعلها مع ال CO2 بيديني ال Mg ال CO2، يعني إحدى أملاح الكربونات. إحدى أملاح الكربونات ده بتكون شحنة الذوبان في المية، فبتسبب لي برضو التعكير، فأقدر أكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون اللي طلع، يعني عن الكربون والهيدروجين الموجودة في المركب العضوي. هي نفس الفكرة. فهو بيقولك في الاختيارات لأن يمكننا من الكشف، لا عادي بتمكن من بتمكن من الكشف عادي عن ثاني أكسيد الكربون. هينتج ملح المغنيسيوم، فعلا ملح المغنيسيوم قابل للذوبان في المياه؟ لا طبعا، غلط. انا ده مش بيدوب في المية، وهو بيكون راسب، والراسب ده مش بيدوب في المية عشان كده بيعكر ماء الجير اللي انا حطيته. طب لن يحدث تعكير؟ غلط، هيحدث تعكير هنا طبعا، غلط اول واحدة. سينتج احدى املاح الكربونات شحنة الذوبان في المياه، هو ده. يبقى اجابة السؤال ده هتكون ايه؟ هتكون د. طيب كده. طيب في السؤال 17 بيقول لي إذا علمت أن A و B مركبات عضوية، ال A ايزومر ل B. طيب A ايزومر ل B، ماشي. ال B ده بقى مين؟ ال B بيقول لك الكتلة المولية بتاعته 46، ماشي، وإنه لا يتفاعل مع الصوديوم. طيب برضو هو مديني الكتلة المولية ومديني الكربون والأكسجين والهيدروجين. طب أنا معرفش هما مين. هو الكربون هو ممكن يكون الدهايد، ممكن يكون أسيد، ممكن يكون كحول، ممكن يكون إيثر عشان فيه أكسجين. طيب أعرف منين؟ بص في الاختيارات. في الاختيارات بيقول لي ألف وب، هنا بيقول لك او اتش ده مين؟ ده كحول، ده إيثر. كحول إيثر. هنا إيثر، هنا كحول، هنا كحول، هنا إيثر. اذا الاختيارات دي بتدل على حاجه، ان المركبات دي يا اما تكون حاجه من الاتنين، يا كحول يا ايثر. يعني ايه ده؟ بي ليه احتمالين، يا كحول يا ايثر، وبي ليه احتمالين، يا كحول يا ايثر. وهو كمان بيقول لك ان الايه هو الايزومر بتاع البي. يعني لو البي عندي كحول يبقى الايه ايثر، لو البي عندي ايثر يبقى الايه كحول. تمام، ليهم نفس الصيغه الجزيئيه، ده الشرط، الشرط يكون هما الاتنين ايزومر، يكون ليهم نفس الصيغه الجزيئيه. تمام. طيب ايه هي الصيغة الاتنين ايزومر، الايثر والكحول هما الاتنين ايه ايزومر، ليهم نفس الصيغة الجزيئية اللي هي ايه؟ سي ان اتش 2 ان زائد 2 او. حلو كده، جميل. طيب بيقولك الكتلة المولية بتاعته 46. طيب هنا الكتلة المولية اضرب ال ان، اضربها فين؟ 12 اللي هي عدد ذرات الكربون، زائد طبعا الهيدروجين بواحد فتنزل الاتنين، ان زائد اتنين دول ينزلوا زي ما هم عادي، زائد الكتلة المولية والذرية للأكسجين بتبقى كام؟ 16. كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي 46. حسبت عادي شبه ما بحسب الكتلة المولية لأي مركب، بضرب اللي هو عدد ذراته في الكتلة بتاعته، في الكتلة بتاعته، بضرب هنا في الكتلة بتاعته، بضرب هنا في الكتلة بتاعته. تمام. طيب هنا بقى كام؟ كل ده لو انا طلعته بره ونقصت ال46 من ال 18 هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 28. 12 ان زائد 2 14 ان. اقسم هنا على ال 14 واقسم هنا على ال 14، هتطلع لي الان بكام؟ باتنين. ان باتنين، اعوض. يبقى انا عندي سي 2 والاتش 2 في 2 ب4 زائد 2 6، والاو تنزل زي ما هي. ده مين؟ ده مين؟ ده الإيثانول، اللي هو هيكون CH3OH. ده البي. طيب ده البي، عرفت منين البي؟ طب ما هو ممكن يكون الاي، ما هي هما الاتنين نفس الصيغة الجزيئية. اقولك استنى، هو ممكن يكون البي او الاي، احنا لسه مش عارفين. بس انا عايزة اقولهولك ان طالما ده الايثانول يبقى الايزومر بتاعه الايه؟ اللي هو CH3، الايثر بتاعه اللي هو ده الO CH3، ثنائي المثال الإيثر. طيب
اعرف منين مين فيهم الاي والبي؟ يعني مبدئيا يا جماعه كده الاختيار ب ده مستبعد تماما، لان انا بتكلم هنا قصدي ده ميثانول مش الايثانول. الايثانول هو السي 2، لكن هنا ده عادي الميثانول. لا قصدي ده الايثانول يا جماعه. ايه ده؟ في الايثانول يا جماعه سي 2. علشان ال طلعت لي عندي. الايثانول يا جماعه، الايثانول باتنين مش السي اتش 3. انا قلت لك هنا سي 2، معلش. هي هتكون سي اتش 3 وفي هنا هتكون سي اتش 2. وده الايزومر بتاعه سي 2 والاتش 6 والاو. تمام. فخلاص، طبعا ده الإجابة دي مستبعدة تماما. ولا دي تمام. طبعا ده غلط. هنا الإيثر بيقول لك هنا C2H5. لا، هي المفروض ميثايل وميثايل، ثنائي ميثايل. الإيثر مش ثنائي الإيثايل، لا ثنائي ميثايل. هنا لا تمام. يبقى هنا يا إما دال يا إما جيم. يا إما دال يا إما جيم. طيب أعرف منين فيهم؟ بيقولك مديني كده معلومة إن البي ده مش بيتفاعل مع ال NE. طيب نيجي للكحول. الكحول اللي هو CH3 CH2 OH. هل بيتفاعل لو حطيت له NE؟ بيتفاعل؟ اه بيتفاعل. ال NE ده أنا جايباها أصلا من NaOH. لو أنا حطيت NaOH على المركب ده هيحصل إيه؟ هيحصل استبدال. ال H دي تطلع مع ال OH دي في صورة مية. تمام. وال NE ديت هتدخل مكان ال H، وهتبقى ال NE تاخد الشق الموجب، وان الاو الاعلى سلبيا منها تاخد الشق السالب، هيكون الملح. تمام. تتفاعل ليه لوجود الاتش. بيقول لك بي مش بيتفاعل مع الصوديوم، يبقى البي ده مش كحول. البي ده هو مين؟ الايثر. الايثر لو احنا رسمناه اللي هو هيكون CH3 ماسكه في O ماسكه في CH3. هل في هنا اتشات اقدر استبدلها بالان ايه قصدي؟ لا. يبقى اذا البي ده خلاص كده هو الايثر. يبقى الجيم والدال. البي هو الكحول غلط، يبدلها هي صح. ليه؟ البي هو الإيثر والإيه هو مين؟ الكحول. يبقى إجابة السؤال ده مين؟ دال. إجابة السؤال 17 هتكون دال. نيجي للسؤال 18. بيقول لي عند الهيدرة الحفزية للإيثين اللي هو C2H CH2 قصدي، رابطة ثنائية CH2. هيدرة حفظية يعني بضيف مية، بضيف H و OH، فبتتكسر الرابطة وبتتحول لي ل CH3 CH2 OH. كل الايه؟ الإيثانول. طيب في العملية دي بستخدم ايه كعامل حفاز؟ لازما يكون عندي وسط حمضي وبيشتغل كعامل حفاز. حمض الكبريتيك H2SO4 فيها اتشات، ده وسط حمضي. حمض الفوسفوريك اللي هو ال H3PO4 ده ينفع. هيدروكسيد الصوديوم ينفع؟ لا، ده ال NaOH ده قاعدة. ده مشهور جدا ان هو بيشتغل قاعدة. لا انا ما بستخدمش قاعدة في التفاعل ده. اذا الاجابة الصحيحة هنا هي هتكون د ألف وب. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. نبص كده في السؤال 19. بيقول لي من خلال المخطط الذي أمامك، ومديني المخطط ده ومديني الاختيارات. طيب نبدأ بحاجة طالع منها سهمين. طالع منها سهم، طالع منها سهم. نبدأ بالسي 2 اتش 2. سي 2 اتش 2 ده مين؟ ده الايساين. الايساين في وجود البلمرة الحلقية بيعمل بيقفل نفسه كده وبيديني الايه اللي هو مين؟ البنزين. يبقى الايه ده اللي هو البنزين. تمام. ده الايه مش هي. يبقى كده. تمام. البنزين ده حطيت عليه CH3Cl وال AlCl3 فريدل كرافت الكايليشن الكلى لفريدل كرافت. يبقى يحصل لي ايه؟ استبدال. شيل اتشاية من هنا واستبدلها مين؟ ب CH3. تمام. يبقى المركب مين ده؟ ده التولوين. ده اللي هو بي. طيب في الناحية التانية قال لك انا اعمل هدرجة 2 مول من الهيدروجين على الايثاين. الايثاين ده فيه كام رابطة؟ ده فيه 3 روابط، 3 روابط ثلاثية. يعني بص هنا بيبقى كده ماسكة ب H
وماسكة في اتش. بيستهلك 2 مول من الهيدروجين علشان يعمل لي هيدرجة تامة ويحوله لي لمين؟ الإيثان اللي هو الألكان المشبع. طيب يبقى سي ده مين؟ الألكان. حطيت على الألكان Cl2، يحصل استبدال وحدة H ب Cl، فيطلع في صورة ال HCl والCl تدخل لي تبقى CH3 رابطة أحادية و CH2 و Cl. ده مين؟ ده الكلورو إيثان. كلورو إيثان ده الدي. بيقولي بيعمل لي تحلل مائي قاعدي بال NaOH. هيحصل استبدال، أشيل ال Cl مع ال Na تبقى ال NaCl تدخل وال OH تدخل لي مكان ال Cl، فبيديني مين؟ الإيثانول CH3 CH2 OH. تمام. يبقى ده مين؟ الإيثانول اللي هو الإي. نيجي بقى لاختياره. بيقولي إي وبي. البي اللي هو مين؟ التدوير. والإي اللي هو مين؟ الإيثانول. غير قابل للأكسدة. غلط تماما. ده التدوين أصلا بيتأكسد لحمض البنزويك، وده بيتأكسد الكحول أكسد لحمض الأسيتيك أسيد عادي. طيب ب. يقولي سي اللي هو الألكان المشبع. تمام. بيزيل لون البرمنجانات. غلط. ده مشبع، مش بيتفاعل أصلا بالإضافة ولا بأي حاجة. طب جيم بيقولي ايه اللي هو البنزين غير قابل للاستبدال. ازاي ده؟ انا استبدلت اصلا لما عملت فريدريك كرافت استبدلت وحدة شاية من هنا بالسي اتش 3، فده غلط. يبقى مين ده اللي هي الصح؟ بيقولي دي اللي هو هيكون الكلورو. الكلورو إيثان بيتفاعل مع البنزين وبينتج هيدروكربون أروماتي. ده البنزين لما أفعل معاه CH3 CH2 Cl في وجود Al Cl3. مش دي فريدريك كرافت الكاليشن؟ الكلا بيحصل استبدال بال H ويدخل لي لمجموعة الإيثايل اللي هي C2H5. تمام. يبقى إيثايل بنزين. تمام. ده هيدروكربون أروماتي. تمام. يبقى إذا الإجابة دي صح. إذا إجابة السؤال 19 هتكون السؤال 20. بيقولي من خلال المخطط التالي. يقولي من خلال المخطط التالي ومديني أول مركب عندي اللي هو C6H12. ده غير مشبع. مين C6H12 ده؟ السي 6 اللي هو CnH2n C6 H12. ده هيكون عندي ده CnH2n ده الألكين. تمام. هو بيقول لي C6H12. يبقى ده مين؟ ده الهكسين. طيب حطيت عليه عملت له عملية ايه؟ تمام. اداني اكس. طيب لو انا عملت له عملية هدرجة، اللي هو حطيت ال H2 مول منه، اتحول لي لايه؟ للهكسان اللي هو C6H14. تمام. طيب يبقى الاكس ده هيكون مين؟ الهكسان. طيب الهكسان عملت له عملية بيه اداني واي. طيب لو عملت له عملية بي اللي هي إعادة تشكيل المحفزة ليه، هيكور نفسه وهيقفل على نفسه وهيديني مين؟ إعادة تشكيل المحفزة بتديني إيه؟ بتديني البنزين. حلقة البنزين. تمام. حلقة البنزين ديت اللي هي هتكون الواي. طيب الواي اللي هي حلقة البنزين عملت لها عملية. تمام. هتديني ترجع تاني تديني C6H12 ومشبع. اللي خلاني اقول على C6H12 الكين ان هو كاتب لي غير مشبع. طيب هتديني اصلا ان الفرق ما بين البنزين والسايكلوهكسان ان البنزين صيغته بتكون C6H6. تمام. طيب انا لو عملت له هدرجة دامة، بمعنى ان اصلا البنزين بتكون فيه هنا رابطة بتكون فيه هنا رابطة بتكون فيه هنا رابطة،
لو انا حطيت مول من الاتش وكسرت ده، ومول تاني من الاتش، ومول تالت من الاتش، يعني لو حطيت 3 مول من الاتش 2، تمام، فاتنين في 3 ب6، حطيت 6 اتش كمان، يبقى هي سي 6 اتش 12، هيتحول لي لحلقة سداسية، تمام، مشبعة تماما من غير أي روابط ثنائية. ده اسمه السايكلوهكسان، اللي هي السي 6 اتش 12، تمام. طيب بيقولي اذكر أسماء العمليات A و B و C. A عملت هدرجة، B عملت إعادة تشكيل حفظية، C عملت إيه؟ عملت الهدرجة التامة. طيب في ب بيقولي أي من المركبات X و Y، تمام، X ده هكسان وواي ده بنزين، يقبل الهلجنة بالإضافة. طيب مبدئيا كده الهكسان ده أو أي ألكان مش بيعمل إضافة خالص، لأنه هو مشبع تماما، ما عندوش ولا رابطة ثنائية ولا رابطة ثلاثية، يبقى إذا مش إكس، أكيد هو هيبقى واي. واي ده اللي هو البنزين، تمام، واي ده اللي هو مين؟ البنزين. لو عملت له هلجنة بالإضافة، هلجنة يعني أنا حطيت عليه مول من السي ال 2 في وجود ضوء الشمس اللي هو اليو في، فهيعمل الإضافة، هيدخل على ده ويكسرها ويحط لي هنا سي ال، تمام. يبقى هو ده اللي بيقبل الايه؟ الهلجنة بالإضافة. لكن بالنسبة للهكسان ده بيعمل هلجنة بس بالاستبدال مش بالإضافة، تمام كده.